واستأنف المرشحون للانتخابات الرئاسية في مصر حملاتهم الدعائية لعرض برامجهم، وقد تباينت المواقف من فكرة عقد تحالفات سياسية بتنازل بعض المرشحين لتعزيز حظوظ آخرين. كما أشارت التوقعات إلى أن تاريخ المرشحين السياسي ومدى التزامهم بمبادئهم سيكون فاصلا في استمالة آراء الناخبين. بعد أيام من تعليق مرشح الرئاسة في مصر حملاتهم الانتخابية تضامنا مع أحداث العباسية، استأنف المرشحون مسيرتهم الدعائية لعرض برامجهم. فمن محافظة الأقصر في صعيد مصر أقام محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة مؤتمرا شعبيا، وفي حي الدقي وسط القاهرة عاود أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك حملته الدعائية بمؤتمر صحفي. التحالفات الرئاسية فكرة واجهت خلافات حادة بين حملة المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح ومرشح الثورة حمدين صباحي، بينما لاقت قبول المرشح أبو العز الحريري وهشام البسطويسي بالتنازل للمرشح حمدين صباحي في أولى جولات الانتخابات. التحالفات الرئاسية وكذلك لا أعتقد أن هي لها نصيب ولا لها مفعول، خاصة مع تعدد التيارات السياسية اللي موجودة والداعمة للمرشحين، حيث يرى مثلا السلفيون كما أعلنوا انقسامهم بين دعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي، والباقي وكذلك منقسم ما بين حمدين وعلي خالد علي. تعدد التيارات السياسية وتوجهات المرشحين ما بين إسلامية وليبرالية ومن كانوا يعملون مع النظام السابق تجعل من الصعب الحكم على ملامح مصر بعد انتهاء السباق الرئاسي، لكن مراقبين للمشهد السياسي رأوا أمرا آخر. مصر طول عمرها ليبرالية، ومصر مش دولة كهنوتية، والتاريخ بيثبت لنا من آلاف السنين إن أي فترة من الفترات مصر بتقع تحت سيطرة الكهنة أو الحكم الثيوقراطي بيفشل في مصر. اعتماد المرشح الرئاسي على تاريخه ومبادئه هي الفيصل دلوقتي، أو اللي هي السمة الغالبة على السباق الرئاسي حاليا. وانتظم المرشحون في السباق الرئاسي من جديد بانتشار المؤتمرات الصحفية والشعبية والتي تحمل توجهاتهم وبرامجهم الانتخابية، إنما القول الفصل للناخب المصري وصندوق الاقتراع. من القاهرة محمد أمين، العالم. لا يزال السباق الانتخابي الرئاسي في مصر يحظى باهتمام ومتابعة دقيقين من قبل وسائل الإعلام العالمية والنخب السياسية والفكرية على امتداد العالم، وذلك على وقع الأزمات الميدانية التي شهدها الشارع المصري مع انطلاقة الحملات الانتخابية. صحيفة الأوبزيرفر رأت وفي موقف لافت أن المجلس العسكري يتأهب للانقضاض على السلطة، وأن الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها مهددة بالانهيار والفشل في ظل الانقسام الحاصل بين قادة المجلس العسكري والأحزاب السياسية. أما نيويورك تايمز فرأت أن أعمال العنف عكست الشكوك في النيات الحقيقية للعسكر. انتخابيا وفيما خص الاستحقاق المقرر في 23 و24 من الجاري، توالت المواقف المتعارضة للمرشحين البارزين، حيث أكد الدكتور محمد سليم العوة أن برنامجه الانتخابي يعتمد على نقاط عدة، منها تمكين الإنسان المصري من إعادة اكتشاف نفسه وإقامة دولة القانون وإصلاح المنظومة الأمنية. وعن محاولة البعض اقتحام مقر وزارة الدفاع، رأى العوة أن ذلك هو الجنون بعينه، وهو بمثابة الخيانة العظمى. المرشح أحمد شفيق أكد أن التيار الذي يردد أن تزويرا سوف يحدث في الانتخابات إنما يبرر مسبقا الفشل الذي سوف يلاحقه، وأضاف أن هناك من يحاول اغتيال وزارة الدفاع، وأقول لهم لن تمروا قبل أن تنكسر أقدامكم على فعلتكم، مؤكدا أن المجلس العسكري هو العصا التي نستخدمها في الميدان أو في الخارج، ويجب أن نحافظ عليها. تبقى الإشارة إلى تنامي الحديث عن إعلان دستوري مكمل أو عودة للدستور العام 1971 في الفترة الفاصلة عن الانتخابات التي وبحسب مراقبين تحيط بها غمامة التأجيل.